قالوا عنه ميكانيكي بس بدرجة فنان، وبيعمل من الفسيخ شربات، بجد مش هزار. شاب مصري اخترع عربية بشوية خردة، عربية كاملة وسعرها على قد الإيد. المفاجأة إنه عملها في شهرين بس. يا ترى إيه حكايته وعمل الاختراع ده إزاي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. في وقت الأسعار فيه غالية، العربيات بتعدي ال1,000,000 جنيه، حتى التوك توك بقى بيوصل ل50,000 جنيه. يظهر شاب بسيط من كفر الشيخ قرر يقول لنفسه أنا ليه أشتري عربية أو توك توك وأنا ممكن أصنعها بإيدي. شاب عنده حلم وعقلية مبتكرة، ما بيستناش فرصة تجيله، هو اللي بيخلق الفرصة. القصة دي عند محمد عبد المولى، ميكانيكي بدرجة فنان، قرر يحول الخردة لعربية تمشي وتنافس وتفتح له باب رزق جديد، وفي نفس الوقت دي أمل لأي شاب فاكر إن الحلم محتاج فلوس كتير. محمد عبد المولى شاب عنده 31 سنة من محافظة كفر الشيخ، شغال ميكانيكي، خريج دبلوم المدارس الصناعية قسم تبريد وتكييف. شاب من النوع اللي مش بيقبل يعيش زي بقية الناس، دايما بيدور على فكرة جديدة، مشروع مختلف، حاجة يثبت بيها نفسه. في يوم من الأيام قرر يشتري توك توك علشان يساعده في شغله ويزود دخله، بس أول ما سأل عن السعر اتصدم. التوك توك عدى 100,000 جنيه، مبلغ كبير جدا بالنسبة له. فبدل ما ييأس قرر إنه يعمل أرخص عربية في مصر. بالفعل بدأ محمد يشتغل على الفكرة، استخدم خبرته في الميكانيكا وجاب شوية خردة، حديد قديم، شاسيه، قطع فبر، وبدأ يجمعهم واحدة واحدة. قرر إن العربية تكون ب3 عجلات، موتورها يكون موتور موتوسيكل علشان تكون عملية وسريعة في نفس الوقت. بدأ يرسم التصميم في دماغه، يخطط، يقيس، يلحم، يعدل، لحد ما بعد شهرين من الشغل المتواصل كانت النتيجة قدامه. عربية كاملة بكل تفاصيلها، فيها فتيس، غيارات، عداد سرعة، وكمان 5 كراسي. مش بس كده، كمان فيها حزام أمان وسقف وأبواب، يعني عربية على أصولها بس بموتور موتوسيكل. أما المفاجأة إن التكلفة كلها كانت 17,000 جنيه بس، يعني أرخص من ربع ثمن التوك توك، وسرعتها كمان بتوصل ل 80 كيلو في الساعة. محمد بيقول في تصريحات لموقع اليوم السابع إن الشاب المصري يقدر يعمل المستحيل. ربنا وهبنا عقل لازم نستخدمه، فكل واحد لو فكر في شغله بإبداع مش هيبقى فيه عاطل في البلد دي. محمد كمل وقال ما كنتش متخيل إنها تمشي فعلا، بس أول ما دورتها وسمعت صوت الموتور اتحرك كنت حاسس إن قلبي بيجري معاها. العربية اللي اخترعها محمد مش بس قللت التكاليف وحلت له أزمة، لكن تخيل إنه في 60 يوم بإمكانات بسيطة جدا قدر يعمل عربية كاملة بتشتغل وتمشي، وممكن كمان تكون مشروع لشباب تانيين. محمد بيقول كمان إنه نفسه الحكومة أو أي جهة تدعمه وطور المشروع ده، علشان بدل ما نستورد التوك توك نبقى نصنعه بإيدينا وبشكل أرخص وآمن. وما عندوش مشكلة إنه يعلم شباب تانيين في سنة، ولو توفر له الدعم والمكونات والمكان هيعمل كتير، طول ما في عقول عندنا زي محمد. قصة محمد مش بس اختراع عربية، دي رسالة لكل شاب نفسه يبدأ، وبتدي أمل لشباب كتير يبدأوا من الصفر، وده لأن مفيش مستحيل طول ما في عقول عندنا زي محمد. انتوا ايه رأيكم في الاختراع ده؟